مرحبا بكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، احوالكم ان شاء الله طيبه. مرحبا بكم في قناه رشا للطبخ البسيط. تعطلت عليكم هاد الايام تقريبا شي اسبوع، ما حطيت حتى شي وصفه، ما حطيت حتى شي فيديو، فكان بالسيف عليا انني نتعطل هاد التعطل الاخر، ولكن ما كنتش قادره ندير حتى شي وصفه. ف الوجبات اليوميه ديالي ديال البيت كان بالسيف انني ما قادراش انني نحضرهم، فما كنتش كنقدر انني نصور ونمونطي، صعيب الحال. فكان ضربني البرد انا والبنيه الصغيره وكان الصهير ومهم راكم عارفين هاد لاغريب كتجي هاد الوقيته كتجي صعيبه بزاف. مهم اليوم ما جبتش لكم شي وصفه مهم جبت لكم وصفه اللي عاوناتني في هاد الوقيته ديال المرض. هي وصفه زوينه سهله يقدروا ياكلوها لكم الاطفال، يعني ماشي صعيبه بحال شي حاجه كتكون حاره ولا شي حاجه. مهم راكم تعرفوا الاطفال ما كيبغيوش ياكلوا لنا اي حاجه، واخا هي فيها المنفعه راه ما كيبغيوش. واصلا ايضا جبت لكم طريقه ديال تعقيم البيت ولا نخرجوا منه ديك الريحه ديال المرض اللي كتكون فيه. عرفتي راه واخا كيكون الواحد بدا كيتمثل للشفاء، فكديك الريحه كتبقى في الدار، كيقدر انه يمرض شي واحد اخر اولا شي واحد من افراد العائله حتى هو كيتعادى. وسيرتو حنا هاد الايام كنبقاو سادين شراجم بزاف على قبل البرد وما نقدروش نحلوهم بزاف لان كاين البرد بزاف. مهم الوصفه فهي بسيطه جدا، وهي كيف ما كتشوفوا قدامكم. غادي نحتاجو فيها الثومه. مهم الثومه راكم عارفين الفوائد ديال الثومه اللي كانها انتيبيوتيك او مضاد حيوي طبيعي. عندي هنا بيضه بلديه وكنصر على انها تكون بلديه، يعني ما تكونش روميه، لان راكم كتعرفوا الفرق بين البيض الرومي والبيض البلدي. وعندي هنا زنجبيل اولا سكينجبير بودر، وطبعا زيت الزيتون اللي هو اللي كيعاوننا هاد البرد باش كنتجاوزوه بخير وبسلام ان شاء الله. هذه هي الوصفه، هذه هي طريقه ديال التعطير. غادي نبداو بالوصفه وعاد نقول لكم اشنو كندير للدار باش كنعطرها وكنحيد منها ديك الريحه ديال المرض او الريحه ديال البرد اللي كيكون فيها. مهم نبقاو مع الوصفه، بقاو معايا. من بعد ما كنحك هذيك الثومه اللي عندي، انا هنا درت 6 ريوصه ديال الثومه، كندير معاهم شويه ديال الماء، كنديرهم في المقله، كنخليهم يطيبوا شويه. بما تسلقات لينا ديك الثومه، ما كتسلقش بزاف، غير شويه فقط، غير نشف الماء وكنكمل. كيف ما كتشوفوا فتقريبا راه الثومه راه طابت لينا. هي ماشي خاصها طيب 100% اولا تذوب، فقط غادي غير تشحر شويه، لاننا حنا ما باغينش نطيبوا ماكله تجينا لذيذه اولا يجينا منظر زوين اولا شي حاجه. هذه وصفه علاجيه ماشي وجبه، فخاص يكون غير تشحر شويه فقط. كنحاول انني نبقى نمعس فيها شويه، ثم كنضيف لها زيت الزيتون، لان زيت الزيتون ما يمكنش لي نضيفه من الاول، كنضيفوه حتى كطيب شويه الثومه باش ما يتحرقش لينا ويولي ضار ويولي مسموم. وحنايا لا ما باغينش داكشي، باغيين ناخذ من الاشياء الايجابيه فيها ماشي السلبيه. ملي كيسخن لينا الزيت وكينسجم لينا مع الثومه، فانا كنجيب بيضه، وقلت لكم بيضه بلديه لان هنايا البيض ما كيطيبش معنا مزيان، كيبقى شويه محرحر، يعني غير نحرحرو هكا شويه في المقله صافي. وكنطفيها كيف ما تشوفوا راه طفيت صافي. غادي تبقى غير في ديك السخونيه ديال المقله فاش غادي تجمع. ثم غادي نضيف سكينجبير. الا كنتو غتكونوا نتوما كبار فديروا كميه تقريبا معلقه كبيره ديال السكينجبير. الا كانوا غياكلوها الاطفال ما تكثروش عليهم بزاف، كما كتعرفوا سكينجبير شويه مجهد على الاطفال وسخون عليهم. ها هي الوصفه ديالتنا وجدات. اللي نبغي انني نوصي عليكم ان هاد الوجبه ماشي كتاكليها في الصباح اولا في وسط النهار، فضروري خاصك ديروها في وانتوما وسط من الفراش تاكلوها وتغطاو وتنعسوا، ما تبقيش تخرجي من البيت ولا تخرجي من الفراش ديالك ولا صافي كليها. اما بما يتعلق بالوصفه الاخرى اللي قلت لكم غادي
تعطر ليا البيت اولا تحيد منه ديك الريحه ديال الانفلونزا اولا البرد اللي كيبقى فيها، لان شحال من واحد كيصح وهذاك اللي كيبقى هذاك الجو اللي كيبقى يدور في الدار كيرجع يمرض ناس وحدين اخرين من افراد العائله، اولا حنا ما كنتماتلوش الشفاء، نتماتلو الشفاء ونعاودو نرجعو نمرضو. دونك فالدار حتى هي خاصها تكون الجو ديالها مهم نحلو الشراجم، واخا غنحلوهم غير شويه حقاش دابا راه كاين البرد، ملي كتحلي الشراجم كتبرد الدار وعاوتاني كنرجعو نمرضو. فانا عندي هذا الدهان هذا ديال فليو، راه هذا كيتباع قدام الجامع، هذا شراه خويا من قدام الجامع ودارو ووافقوا وعطاه ليا انا حيتاش كيمرضوا ليا بناتي، قال لي ديريه ليهم. انايا لقيت انني الفكره انا كنديروا ليهم في صدرهم في صدرهم وفي ظهرهم في الليل، ولكن لقيت واحد الفكره كنديرها، انني كناخذ هذاك الفاخر اللي كيشعل بالزربه كنسخنو وكندير واحد الكميه من هذاك الماده، راه كيتباع بحالو في الصيدليات، ما عقلتش على الاسم ديالو، ما استحضرش ليا دابا الاسم ديالو. راه كنا كنديرو فاش كنا صغار، راه في هذاك كيطلق لينا ديك الريحه ديال الفليو كتطلق في الدار كامله، يعني كل شيء ما كنبقاوش نكتفيو اننا نديرو غير في صدرنا ولا في ظهرنا نماسيو بيه صافي، اولا في الانف على قبل ما يبقاش يدوزو. فهذا حتى هو ملي كيكون هكا يبخر فهو كيخليك ملي كتستنشقيه حتى هو كينشف النيوفه ما تيبقاوش غير دايزين، وفي نفس الوقت كيحيد لينا داك المرض ولا هذيك الانفلونزا اللي كدور في الدار. فانا كندير هو كندير الزعتر كندير اليازير وكندير الكاليبتوس ايضا، فهاد الشيء كامل كيخلي لنا انه يتعقم لينا.